يا جماعة الخير، قصتنا اليوم من القصص اللي تلمس القلب وتعلمك معنى افعل خير وانساه. مو افعل خير وارمي البحر، لأنها صارت فعلا في مدينة الزلفي وحقيقية 100%. بطل القصة شاب من خيرة الشباب، متخرج من جامعة الإمام، وكان هالولد من المتفوقين بتقدير عالي ما شاء الله. لكن مثل ما تعرفون ذيك الأيام الوظائف شاحة قليلة، وتقديمها كان يدوي. كل واحد مع ملف أخضر علاقي في صورته وشهادته وحسن سير وسلوك وصورة بطاقته، ويقعد يلف على الدوائر الحكومية يدور رزقه. تخيلين وين كنا وين صرنا. وبطل القصة الشاب ذا كان عصامي ما شاء الله عليه، ما يحب يثقل على أبوه ولا ينتظر منة أحد. إذا ما حصل وظيفة يشتغل بأي شغل، ما عنده عيب، يكد، طموح، مجتهد. يقول بلسانه ذاك اليوم كانت الساعة يمكن 10:30 الصبح أو حولها، يعني يقول 10. يقول وأنا في طريقي داخل الزلفي وماسك خط زراعي بسيارتي، وعلى الطبلون حق السيارة قدامي يمكن 10 أو 12 ملف أخضر، رايح من جهة لجهة أقدم فيها، أرمي ذي الدفاتر، ذي الدسيهات الخضراء، أحط واحد في الوزارة ذي، واحد في الوزارة ذي، وأنتظر يردون علي. يقول وأنا أمشي لمحت شايب على طرف الطريق، والشايب ذا ما كان بروحه. منو كان معه؟ كان معه خروف، ماسك الخروف ويأشر لي بيده. فوقفت له، السلام عليكم يا طول العمر، شلونك، عساك طيب؟ فيقول نزلت من السيارة وسألته عسى مشر، تبي فزعة؟ قال يا ولدي أبيك تساعدني أشيل الخروف ذا نوديه المطبخ. قلت له أبشر بالعون، أبشر والله. يقول نزلنا وربطنا الخروف بالمرتبة الخلفية، وركب معي العم، وأول ما ركب ولا أعطيه موية، أسقيه موية. وقلت له يا طويل العمر أي مطبخ نروح؟ قال أطلع على المطبخ الجنوبي. قال أبشر. يقول مشينا أنا وياه ووصلنا المطبخ الجنوبي، نزل الخروف واتفق معهم، قال عنده عشاء الليلة. بعدين قال للولد الشاب تعال تعشى معنا، تكفى يا وليدي، تراك والله العظيم ما قصرت وياي، تعال تعشى ويانا. فقال له الولد يا عم والله الليلة أنا معزوم، لكن بإذن الله الجيات أكثر. فابتسم وقال لي أمين. فقلت له آمين إن شاء الله. قال روح يا وليدي الله يفرج لك. قال الله يفرجه لك ويعطيك ما تتمنى في رضا الله. يقول يا جماعة حسيت بدعوة الشايب هذه، نزلت الصدري مثل النسمة، ريحت قلبي، حسيت براحة واطمئنان غريب، شعور ما يفهمه إلا اللي قلبه نقي ويسوي المعروف لوجه الله. ويعرف أيضا الشخص اللي عارف يقولها وتكون الدعوة صادقة ومن قلبه. يقول مشيت من عنده وأنا فرحان بهالدعوة ومستانس. يقول وأنا راجع على نص الخط لمحت عامل باكستاني على جنب الخط، واقف المسكين تحت الشمس ومعه جركن كبير يبي يعبي فيه بنزين أو شيء. يقول وقفت له وقلت له ايش عندك؟ ايش عندك يا صديق؟ تبي توصيله؟ قال ايوه بابا الصراحة الشمس حارة وكذا ابي توصيله. يقول ركب معي، واول ما ركب معي اعطيته مويه، زقيته من حر الشمس. يقول اول ما مشينا قاعد يناظر فيني يمين وشمال ويطالع في السيارة يعني مش حالك على قدها. يقول عينه جات على الملفات الخضراء اللي على الطبلون، وقال لي بابا انت شنو شغال بمستشفى ولا ايش؟ فقلت له لا والله بس انا توني متخرج وادور لي وظيفة. قال شوف اسمع اللي يتكلم الحين الباكستاني. قال يعني انت الحين يبي شغل؟ قلت له هي. قال طيب ودني المزرعة. عارف اللي يتكلم الباكستاني واثق من نفسه. يقول استغربت شوي بس قلت يمكن الرجال يحتاج توصيله. يقول فعلا وديته المزرعة، وكانت مزرعة مرتبة ومصورة عليها صور ومنسقة، وتدل اني صاحب المزرعة هذه رجال خير. فقال لي العامل اليوم نزلته، قال يوم الخميس يا صديق بعد صلاة. فقال لي العامل الباكستاني اسمع يا صديق، يوم الخميس انت يجي مسجد جنب مزرعة، انت يلبس ثوب نظيف، شماغ نظيف، يجي وانا ان شاء الله يعطيك وظيفة.
يقول السعودي ضحكت وقلت له أنت صادق صدق؟ قال لي والله أنا يعطيك وظيفة. يقول قلت لنفسي ما تدري وين الله كاتب لك الرزق. قلت خلاص الخميس العصر إن شاء الله أجي. يقول بالفعل يوم الخميس لبست ثوب الجديد وشماغي وتعطرت ورحت أصلي العصر في المسجد اللي قال عليه الصديق الباكستاني. يقول خلصنا الصلاة ولقيت العامل واقف يبتسم لي، قال تعال تعال بابا. دخلني وفتح لي باب المزرعة. يقول دخلت ما شاء الله المزرعة فخمة، فيها مجالس وكراسي وعارف مرتبة كأنك ببيت شيخ. عارف جلست. يقول بعد 10 دقايق دخل رجل سعودي لابس ثوب عادي ما عليه لا شماغ ولا عقال وماسك بيده جريدة، فسلم عليه بحرارة وقال هلا والله حياك الله. يقول جلسنا نسولف عن الجو وعن الحياة وعن كذا، ما تكلمنا عن وظيفة، جلسنا نسولف أمور عادية عن الدراسة عن أحوال البلد وكذا. يقول بعدها بشوي دخل العامل الباكستاني ذا ومعاه البخور ومعاه القهوة ويبتسم لي. يقول العامل التفت على الرجل السعودي وقال له عمي صالح، يا عمي صالح هذا اللي قلت لك عليه، أنا أبغى أسوي له واسطة يتوظف عندك. فيقول ضحك عمي صالح وقال غريبة والله. فقال له العامل لا، العامل الباكستاني ما هي غريبة، هذا إنسان طيب ساعدني، شافني واقف بالشمس وبدون ما أنا أأشر له وقف لي وقال لي تبي مساعدة، وأول ما ركبت يمه أعطاني موية وعمل معي معروف، وأنا أبي الخير له وأبي أرد له المعروف. شوف الباكستاني. فيقول التفت لي صالح وقال تبغى وظيفة؟ يا عم أيوة أبغى وظيفة، أنت كل شوي تبغى أبغى. فقلت له والله يا عمي نعم. قال طيب عطنا ملفك. فقدمت له ملفي وقاعد يقلب فيه، شاف شهادتي وخبراتي ورفع راسه وقال شوف اسمع يا وليدي، يوم السبت تعالني في الرياض في الإدارة الفلانية اسأل عن صالح الحميدي اللي هو الرجال عم صالح ذا صاحب المزرعة. يقول طلعت من عنده وقلبي يرقص من الفرحة ماني مصدق. وقال لي عم صالح ذا يا ولد اقعد تحشى معنا. قلت والله أنا مشغول وبيض الله وجهك، واستأذنت وطلعت لكن قلبي يرقص من الفرحة، حاسس إني في خير. دعوات الشايب حق الخروف الأولاني عارف ريحت قلبي، ومن بعد هذا الباكستاني فطمن قلبي أكثر. يقول روحت البيت بشرت أمي وإخواني وأهلي وربعي، حاسس إني خلاص توظفت رغم إني ما في شيء رسمي إلى الآن، بس مستبشر خير. يقول جاء يوم السبت رحت الرياض، دخلت الإدارة، وين الأستاذ صالح الحميدي؟ يا أستاذ صالح الحميدي. قال تفضل ذا مكتبه، مكتب فخم بين عليه رجال رئيس مجلس إدارة. دخلت عليه سلمت عليه قال هلا يا بطل، هلا والله أنت اللي من طرف الباكستاني. طبعا هو قاعد معه في الاستراحة، فرح فيه وقال روح للإدارة الفلانية قسم القبول والتسجيل يسوون لك مقابلة. يقول رحت وسووا لي مقابلة وسألوني أسئلة بسيطة، وكان واضح إني في تيسير وتسهيل في الموضوع، كأني يعني إني وظائف مفتوحة، يعني كأنه شيء كذا على ورق. يقول خلصت المقابلة تقريبا الساعة 2:30، فقالوا لي بعد ما انتهت المقابلة قال تعال بكرة استلم وظيفتك. يا جماعة الخير تمزحون؟ قالوا تعال باكر. من وين نعرفك حنا لجل نتغشمر وياك ولا نمزح؟ تعال باكر استلم وظيفتك، خلاص انت الحين موظف رسمي. يقول رحت وفرحت، يقول ما كنت مصدق. فجلست اقول الحمد لله والحمد لله. ثاني يوم استلمت الوظيفة رسمي، وأول ما جلست على المكتب حسيت بدعوة الشايب الأول ودعوة العامل الباكستاني لحقني، وإني الرزق جاء من حيث ما أدري. ويختمها يقول يا جماعة ما تدري وين الله يرزقك، لكن تأكد إن الخير ما يضيع، والنية الطيبة طريقها دايم للرزق. فاحسن نيتك واحسن فعلك واحسن قولك وخلك بينها وبين ربك، والله ما يردك إلا بالخير. وهذه القصة تعلمك افعل خير ولا تخاف،
افعل خير وقلبك مليان. لا تخاف، في رب اسمه الكريم، ساعة المحن ستار. هذه هي القصة. وفي نهاية القصة مثل كل مرة، إذا أنت مو مشترك في القناة فحياك الله اشترك ويانا، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب، ولا تنسى أن تترك لي تعليق، ولا تنسى تشوف الفيديوهات القديمة، وانتظر مني الفيديوهات الجديدة. ودمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس سهلة وبسيطة.